أصدقائنا ومجموعة من أصدقائنا وأحبابنا نزور عاداتنا وتقاليدنا، نزور التراث العظيم في محافظتنا الحبيبة محافظة جنين، نزور سيدي عبد الرحيم البناوي. الفكرة دي قلتها لأصحابي وأشادوا بي، قالوا تعالى نشوف الحاجات الحلوة في محافظتنا، نزور الحاجات زي سيدي عبد الرحيم البناوي، نزور التراثات اللي في محافظة جنين. فوافقوني أصدقائي، خليكم خطوة معانا إن شاء الله والأماكن اللي هنزورها في محافظتنا الحبيبة. تحياتي. أول ما بدأني من شارع المقابر، من شارع المقابر في محافظة جنين. طبعا المقابر دي تراث من تراث جني، تاريخ من تاريخ جني، فحبيت أبدأ به تكون أول فقرتي هي المقابر. هندخل من داخل المقابر ونشوف ايه داخل المقابر. في ناس تقول لي طب ليه صورت اول حاجه المقابر؟ حبيت اشوف التراث العظيم في محافظه جنين. خليكم معي. تحياتي. طبعا الحاجات مختلفه عن المقابر بتاعتني او المقابر بتاعت القريه بتاعتني، حبينا نشوفوا ايه داخل المقابر. اتوقع انه العين مختلفه عن العين بتاعت بلدني فوق الارض، ولكن العين داخل المقابر في جني محافظة جني تحت الارض. فادي الاختلاف هني بين مقابرني او في قريتني، دي كم مرتفعة فوق ودي نازلة في الارض تحت. تحياتي ليكم. اللقطة الثانية هنا وصلنا سيد عبد الرحيم البناوي، بس لقينا باب مقفول هنلف به من الناحية الثانية. يلا بينا. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله. وصلني مقامنا وتراثنا العظيم سيد عبد الرحيم البناوي زي ما انتم شايفين. تراثنا والعادات السنوية بتبقى فيه حفلات وبتبقى فيه ليالي قرآن هنا زي ما انتم شايفين في التراث العظيم سيد عبد الرحيم البناوي. تعال ندخل ونشوف ايه داخل سيد عبد الرحيم البناوي. صلوا على النبي وزيدوا صلاته وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. صلوا على النبي وبصلاته زيدوا وبصلاته زيدوا، ومن معجزات النبي حنت تزعي في ايده. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. صلوا على النبي يا قلب وصاله يا قلب وصاله، ومن معجزات النبي الجمل اشتكاله. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. صلوا على النبي الباهي جماله البهي جماله، ومن معجزات النبي النخل تطاله. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته.
انا والمجموعه الاخوه الاستاذ وائل الاستاذ محمد الاستاذ مصطفى محافظ الديني اللي شرفنا بوجوده وكان شرف لنا وجوده معك بصراحه وشخصيه محترمه عبد الرحمن ابو رشيد. احنا جايين النهارده نصور من سيدي عبد الرحيم البناوي شلنا سيدي عبد الرحيم البناوي شوقا إليه وما أتاه حبيب شوقا إليه وما أتاه حبيب يا حبيبي يا محمد يا إمامي. الفقرة الثانية من سيدي عبد الرحيم البناوي انتظروني أكثر وأكثر شوارع ومحافظة جني الجميل. طبعا احنا تشرفنا بعمنا مصطفى ابن جني وابن محافظة جني اللي تشرفنا به، وتشرفنا بمحمد ابو الحمد ولد عمي، وتشرفنا بابن خالي وائل، وطبعا زي ما قلت لكم عبد الرحمن ابو رشيد والحج الجميل اللي جانا في النص. تحياتي دائما فينا مع تقابل بشريات حاجه جميله، القلوب الطيبه والقلوب النظيفه اللي مع تحب سيدنا النبي ومع تحب ربنا وحاجات كثيره انت تطلعها من قلبك. فمن هنا قبلنا الحج الجميل وقبلنا عم مصطفى فيها تحياتي اهل جديد نعم وائل. نعم احنا كده هنروح فين تاني؟ احنا كده رايحين على الخزان ان شاء الله. الخزان. الاكلة السمك بتاعتك ولا ايه بالظبط؟ ايوه ها؟ من عند عمنا ابو عاطي. ودايما انت يعني مش عارف احنا مقصرين في حاجات كتيرة يا عم وائل. لا فيش تقصير. دايما بتخلي التقيلة عليك. طب اكلة السمك دي مش تكاليف عليك؟ يا عم ده كله من خيركم والله. وبجد يعني. والله كله من خيركم. ودينا طلعنا من جني ورايحين على خزان نجا حمادي ناكل أكلة السمك اللي عزمنا عمنا وائل عليه. يلا دينا في شوارع جينا نتجول ونطلع على خزان نجا حمادي. خليكم معاني فقرة بفقرة. حلوة فقرة بفقرة. وما زالت الرحلة مستمرة برضه. على فين دلوقتي اتجاهنا يا عم وائل؟ سانت كاترين. وما زالت الرحلة ايه مستمرة في سيرنا في الطريقة دي. نعم ايوه احنا توهنا ودخلنا سينا. بتروح شهادة ابو الحسن يا بيوم الجميل. عاد نروح الله الجبل هناك شاء الله بإذن الله. في الشهادة ابو الحسن تركب يا عم وائل. تركب وتبص على السعودية كمان جنبها خطوتين تبقى الدنيا هاي يا رب يكرمنا ان شاء الله. صراحة الرحلة كانت في سيدي عبد الرحيم القناوي كانت من اجمل الرحلة اللي قضيناها في اليوم صراحة. رحت انا وركبت. خليكم مستمرين معانا برضك على تواصل. سبحان الخالق العظيم. وصل جبال الزاير حج وائل ما تعرفش. وناس يقول لك هناك بعد ما يخلص المولد والدنيا ما تلقاش اي حاجه من ارض بشر. شفت الخيم عم محمد؟ الخيم بس يا محمد الحمد عاوزك توصف لي الرحله النهارده كانت بالنسبه لك ايه بصراحه يعني؟ والله ما شاء الله. انا دلوقتي ايه؟ الناس الحلوه دي اللي احنا الحاج وائل نورنا النهارده والحاج بيومي. الحاج مصطفى كده والناس الحلوين. والله تسلم يا باشا. والشباب والدكتور. تسلم يا باشا. طبعا عبد الرحمن اللي كان قايم بالتصوير معاني. الله من الشخصيات المحترمه بصراحه. وعمنا مصطفى اللي شرفني والله والله من اهل قنا من الجبلاوي الناس المحترمه. وطبعا عايزين ثلاثه انتوا ناس تشرفوا. ربنا يخليك. عم محمد ده من زوجه وائل طبعا. هو الاساس الحاج وائل. والله بصراحه وائل بصراحه امبارح قال لك جينا ومش عارف من الشخصيات المحبوبه. بس برضه برجع الله انتوا اثنين كنتوا مكسلين. انتوا اثنين. انا كده معي مشوار وكنت برضه لسه متردد. بس الحمد لله. لكن مش هتلاقي المصلحه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.